بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في لقاء جديد من فقرة بالصوت والصورة. هتكلم فيها إن شاء الله عن الأستاذة نهاد أبو القمصان، المحامية ورئيس مش عارف إيه للمرأة، مش حافظ بقى المسميات والجوب ديسكريبشن والمسميات الوظيفية بتاعتهم. طبعا هي محامية وناشطة حقوقية، ودائما مثيرة للجدل، ودائما تقول أحكام كده يعني من بتوع خالف تعرف، والتنويريين ومش التنويريين والكلام الفاضي ده. فكان ليها صورة بتظهر جزء من رقبتها أمام الكعبة، وطبعا الصورة أثارت رواد التواصل الاجتماعي على أساس أنه ما يصحش تظهر بهذا الشكل أمام أقدس مكان على وجه الأرض، وهو الكعبة المشرفة. طبعا هي يعني في شوية لغوشة من الجماعة دول، دايما بيتكلموا كده كلام يعني إيه لا يجوز أو ما يقبلهوش عقل أصلا. بتقول مثلا إيه الغريب اللي مخلي أو اللي ما يخليش إن ارتداء التربون هو اللبس اللبساه ده شيء كده بيتلف حوالين الشعر المرأة بس بيظهر الرقبة، ما بيداريش عورتها المخففة. فبتقول ايه اللي بيخليه يعني مش مناسب امام الكعبة. وكمان طبعا يعني الحلقة انا هرد فيها على الحاجات دي، الغلوشة دي. ارتداء التربون مناسب لهذا المكان، ايه اللي يخليه مش مناسب يعني؟ كمان بتقول لا يوجد في القرآن ما يحرم ارتداؤه امام الكعبة. الناس بقى عندها مسلمات وخلاص، حتى وإن لم تكن صحيحة. تمام. ده اللي هي بتكلم عنه. وما قيل عن حديث الرسول أنه بشأن المحرم ليس صحيحا بنسبة 100%، يعني هو صحيح بس مش بنسبة 100%. تمام، على حد قولها. وأول تعليق ليها إنها بتقول لم أقابل شخص واحد منعني من ارتداء التربون. ما فيش إنسان وأنا داخلة أو خارجة علق على لبسي وقال لي أنتي لابسة إيه. تمام، ده كان كلام الأستاذة نهاد. كمان هي قالت إنه ساعة الصلاة بقوم وبلف الطرحة الطويلة، بس ساعة الصور بتصور بالشكل ده. فإذا في هذه الدقائق أنا هرد على الأستاذة نهاد أبو القمصان. هي أبو القمصان صحيح، يعني الاسم ما شاء الله لايق جدا عليها، خاصة بعد صورة التربون اللي هي ظاهرة بيه، يعني قمصان وتربون. تمام. فأول حاجة بتقول إن هو إيه الغريب يعني في التربون اللي يخلوش يبقى مناسب أمام الكعبة؟ لا يا أختي، مش غريب. وكمان ما فيش حاجة في القرآن واضحة، حط خط تحت دي لحد ما نرجع لها. وقالت إنه ما قابلت الشخص في حياتي منعني من ارتداء التربون، وما فيش إنسان علق على لبسي. بصوا كده يا جماعة، أولا فيما يخص ما فيش إنسان جبلني ووقف لبسي، هو أنا عايز أذكرها وأذكر حضراتكم وأذكر نفسي بحديث أبي هريرة قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر، يعني في جماعة ينادوا على الناس يقولوا ايه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فبص يا حجة يا ام القمصان، كان في ناس عريانة تحج وتطوف حول البيت، فكان عملوها قبل حضرتك، وإظهار العورة ده جزء من التعري، جزء من التعري. فده كان معمول في الجاهلية، وكان معمول قبل الإسلام، لكن دلوقتي ما يصحش احنا نعمله. لكن طالما انت ما اظهرتيش عورتك المغلظة تمام، يعني اكتر من كده، فما فيش حد هيعلق على لبسك، ما فيش حد هيقول لك ما تخشيش، لان في الحديث لا يحج بعد العام مشرك، لا يدخل البيت مشرك بعد هذا العام. المشرك بس اللي هو يوقف ويقاتل انه يدخل، وإن دخل متخفيا ودفن ينبش ويرمى خارج مكة أو المدينة. فما حدش هيعلق على لبسك
لأنه ده موجود. يعني كان في، أنا كنت أشوف في الحرم بعض النساء بتظهر جزء من شعرها ويبقى في زينتها، فما حدش يقول لها أنت حاطة زينة دي طالما هي ما أظهرتش إيه العورة المغلظة. ما حدش طالما قلت لا إله إلا الله ما حدش هيقول لك أنت رايحة فين. لكن مش هتخش ببنطلون مثلا ضيق وهيسيبوك كده. لكن انت يعني الهدف او الشاهد في القصة انك انت المفروض تحترمي قدسية المكان. تمام؟ ده فيما يخص اللي هو محدش وقفك في هذا الكلام، او محدش وقفك وعلق على هذا اللبس، محدش وقفك لانك انت قلت لا اله الا الله. وكمان انت ذكرت انك داخلة بالطرحة وانت بتصلي، لفيت الطرحة، فمش هيقفوا جنبك كنت بتتصور، هيقول لك اتصورت ليه بالشكل ده، رغم انه ممكن يكون حد نصحك في ذلك الامر، لان الحاجات اللي بين البنين. تمام؟ كمان ذكرتي سيادتك انك انت بتقولي ايه الغريب اللي مش مخلي ارتداد تربهم. والله الغريب انك انت بيجي شكلك زي ابو القمصان بالفعل يعني، فبالتالي ما يصحش يعني صورة للكعبة تكون بهذا الشكل، أو صورة لحضرتك أمام الكعبة تظهر بهذه يعني زائد إنه شكلك فيها مش حلو. يعني شكلك فيها أبو القمصان صحيح، يعني أبو القمصان أبو القمصان يعني الحج أبو القمصان يعني. فالناس بقى عندها مسلمات وخلاص إن لم تكن صحيحة. مين قال لك إنها يعني أنت عايزة آية في القرآن مثلا بتقوليها إنه ما فيش حاجة يعني في القرآن بتحدد لبس معين. تمام؟ الجماعة دول يعني دايما يقول لك لا ده انا عايز آية في القرآن، ده انا ما لقيتش القرآن ما قالش، ده القرآن ما عادش، يعني لا يوجد في القرآن ما يحرم ارتداؤه امام الكعبة. طب القرآن ما ذكرش مثلا، ما قالش نصا المرأة ما ينفعش تلبس بنطلون مثلا ضيق. هتلاقي انت مثلا تروح تلبسي بنطلون قدام الكعبة. فهم الجماعة دول بيحاربوا الدين، فطبعا بيحاربوا الحديث ويحاربوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ده قصص. فيا حاجة عيب عليكي والله، شكلك مش حلو، مش يعني مش عشان القدسية وبس، شكلك كده يعني احترمي سنك شوية، واحترمي يعني قدسية المكان. وبذكرك تاني انه الحديث محدش هيكلمك طالما انت قلت لا اله الا الله. ولكن من يقاتل على ذلك اللي هو المشرك، من أظهر كفره، وإن لم يظهر كفره دخل متخفيا ومات ينبش قبره ويرمى خارج المكان، لأنه ده أطهر مكان على وجه الأرض. فإن أنت ما عملتيش قدسية لنفسك، ما احترمتيش يعني قدسية المكان وعملتي كرامة لنفسك، ما حدش هيوقفك ولا حد هيكلمك. فما تستدليش بأدب وحسن أدب المملكة العربية السعودية وحسن أخلاق القائمين عليها من الجنود اللي واقفين على التنظيم ومن الأمن ومن كل الناس اللي تعبانة دي. مش يعني مش هقول لك حط الطرحة، هو المفروض هو بيحس ان هو مع كبر سنك انك انت المفروض لوحدك هتداريه. يعني كان بيحصل واحنا بنطوف واحده بتعدل الطرحه، مش بتعدل الطرحه بتاعتها، فاحنا مش هنوقف نتفرج عليها. يعني بنقول اكيد هي هتداري نفسها، يعني اكيد هي بس بتفك نفسها، بتتنفس من الزحمه كده يعني. ف يعني يا ولية عيب عليك اللي انت بتقوليه ده، وعيب عليك اللي انت بتعمليه ده. تحياتي لكم. ودي كانت حلقتنا أيها الفرسان مع نهاد أبو القمصان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.